بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع تحكك جبت لكم شوربة تاع رمضان. يعني تجي روعة. فيها مكونات هذا الشوربة. عندنا لفت وزرودية وبصل. عندنا حبة كبيرة نتاع بصل، زوج حبات ولا ثلاثة تاع لفت، وكذلك زوج حبات ولا ثلاثة تاع زرودية، وزائد حبة بطاطا. هنا عندنا زوج فخاخ تاع دجاج، وما ننساوش الطماطم مصبره. هنا عندنا زوج معارف كبار تاع طماطم مصبره، زائد الملح وراس الحانوت والحرور والزعفران وكركم، كل شيء كاع هذه البهارات نديروها في الشوربه، زائد زوج معالق كبار تاع زيت، ونزيدوا لها القزبر ونخليهم ونمرق بالماء، ونخلوهم نخلو هذا الشوربه طيب. وهنا الشوربة حابة أنا نطحن فيها. جات ما شاء الله، الريحة راهي تعبق الكوزينة ما شاء الله. وهنايا نشوفوا القدرة كي ولات تغلي، كي بدات تغلي ندير عليها الشوربة كيما هكا. الشوربة على حسب ما تكون في القدرة. كيما هنايا القدرة راهي معمرة، درت لها ان بول كيما هكا تاع حريرة، عمرته ودرته. بعدين ما تنسيش تقلبي مليح مليح الشوربة باه ما تلصقش، ونخليها طيب على نار هاديه. نقص عليها الغاز ونغطيها ونخليها، ومن بعد ندير لها الدرسه. هنا نشوفوا الشوربه تاعي كي طابت. خد شطين يزيد يشد النار، وخاف تزيد لا كويسون تاع الشوربه نطفي عليها الغاز، وندير هذيك الدرسه اللي قلت لكم عليها مع النعناع يابس، ونحلها. هي غير تدخل داخل تتحل بالراحه لوحدها. نشوف كيفاش جات دايره. شوفوا راهي قاعد تحلت هذيك الدرسه، والنعناع ريحته راهي تعبق. نغلق عليها، راه وقت الفطور نبداو في تنظيم الطاوله ان شاء الله باذن الله. وهنا من بعد اللي طابت، وهنا راني نحط فيها في لاسوبيير. جات عاقده ما شاء الله. هنا عندي هذه هي الدرسه اللي قلت لكم عليها. هذه شويه تاع نعناع يابس حكيته. وهذه الدرسه عباره عن ثوم ومعدنوس وبصل مرحي، قزبر، نعناع كذلك، ومعاهم التوابل، وتتجفف ولا تطحن في المطحنه. كاين اللي يجففها، كاين اللي يديرها في الكونجيلاتور، كاين اللي يديرها بالزيت ويخليها في بقاله في الكونجيلاتور ولا فريجيدير. ونبداو نديرو منها بشويه. دونك كي طيب الشوربه نحط لها هذه الدرسه. الريحه تاعها راهي تعبق ما شاء الله. هنا عندنا طاجين تاع الجلبانه. كما راكم تشوفوا درت ربعه تاع الفخوذه، وقطعت الزروديه بهذا الشكل اوفال، وزدت قطعت بصل فاني سلايس، ودرت شويه تاع كركم، حرور، راس الحانوت، ملح، تبلت قاعدة التوابل. درك ندير لها شويه مارغرين ونحطها فوق النار ونخليها تتقلى مليح، ومن بعد نمرق بزوج كيسان تاع ماء، ومن بعد نزيد الجلبانه اللي كنت نقيتها ونقيتها وغسلتها، نزيدها عليهم ونخليهم يطيبوا، ومن بعد نكملوا هذا الطبق. كما راكم تشوفوا هذه لاشابلي راني طحنتها دروك جديده، وهذا شويه تاع لادند كانت عندي. وهنايا هذا قرناع
قطعته نقيته وشللته بالليم وكاع وقطعته. نشوفوا هنايا مباشرة نشوفوا في الجلبانة خاطر رميتها قبلتينا راهي بريسك راهي هذا وين راهي بدات تغلي. نخليها طيب ونروحوا نصنعوا كويرات تاع اللحم تاع الدندو بالقرنة. دوك نطحنوهم ومن بعد نزيدوا عليهم حبة تاع بيض، ثوم، راس الحانوت وحرور شوية ملح كاع التوابل، ومن بعد نشكلوهم اصابع غير صغيرة ونقلوهم وغادي تشوفوا من بعد معايا المراحل. وهنا راني حطيت اللحم قطعته وقطعت القرمة وهاني حطيته هنا فيهم في الاشواف. دوك نطحنهم كاع في رحبة. وهنا من بعد اللي طحنا هذيك لاديند مع القرنة هكاك خضر، زدت لهم حبة تاع بيض وزدت لهم شوية تاع ثوم رابي، وهنا درت الكركم وهنا درت الحرور ومازال الملح ما درتوش. دوك ندير الملح ونخلطهم مليح ونزيد حتى من 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع لا شابلور، ونشوف اذا جاتني جاريه ولا. هي المهم كي تتخلط تتقبض في اليد. اصلا هي راهي هكا، شوفوا كيف راهي دايره، هاي جامده. المهم تكون تتقبض في اليد ما تكونش جاريه بزاف. هنا نشكلوها. دوك ندير الملح ونشوفوا كيفاش نشكلوها. والان هنايا من بعد اللي خلطت كاع هذيك المكونات درتهم اصابع كيما هكا متوسطين، ومن بعد رمتهم في الفرينه كيما هكا، ومن بعد نقلع هذاك ليكسي دو فارين نفضها مليح، ومن بعد نديرها مع صحابتها. اللي قديرها كيما هكا راكم تشوفوا، وحده ما كبيره على وحده، يجوا كاع قد قد. والان من بعد اللي قلينا هذوك الاصابع في الزيت ندخلهم هنا في المرقه اللي كنت قلعت اللحم باسكو طاب. دوك من بعد غير نقليه على بال لا بريزونطاسيون. هادو قليتهم وخلوهم يكملوا طيابهم في هذا المريقه حتى اللي كاع تعقد هذه المرقه وتتجمر. نسربوهم بالهنا والشفا. هذا هو الطبق اللي درناه نتاع صبيعات القرناع بالدجاج. شوفوا خرج يهبل ما شاء الله. ان شاء الله اختي المشاهده يعجبوك لي بلا اللي درناهم اليوم، ودعموني بلايك وتعليق، وشكرا لكم وصحة صيامكم وصحة. وهنا عندي نوع من المملحات بين خدمه دروك. هنا في الريسيبيون تاع الزجاج بالك مش يبان لكم. عندي اون بوط تاع ياغورت ناتور هاوينه، وبالعبر تاع لا بوط ناتور درت تاع لا بوط تاع الياغورت ناتور درت الزيت، وراني هنا زدتها حليب، وداك نكمل لكم المكونات. وهنا درت العجينه اللي قبيلتينا كنت نخدم فيها، سمحوا لي لا غالب ما طقتش نصور لكم كنت غصبانه. من بعد نديرها لكم في لا ديسكريبسيون. الان شوفوا كيفاه طلعت معايا، جات ما شاء الله. نبدا دروك نيطالي فيها ونشكل المملحات، من بعد نوريكم غير بالصور الطريقه. وهنايا ديغازيتها شويه وداك نبدا نخدم فيها. شوفوا جات مانيا ما شاء الله، تنخدم بالخف يعني جات روعه. هنا درت لافارس تاع المملحات اللي نخدم فيهم. درت شويه تاع بلون دو بولي قليته مليح مع الزيتون والمايز وراس الحانوت والزنجبيل
ومطحونين والحرور والملح وهذو كاع، في شويه نتاع زيت، قليتهم مليح كما راكم تشوفوا. وهنا هذه بتيت صوص بالخف تاع صوص طوماط، عباره عن طماطيش مصبره وشويه تاع حرور وراس الحانوت وثوم وشويه زيت فوق الغاز بالخف، تشوحيها مع شويه قطره ولا مغرف ولا زوج تاع ماء قد اللي تتحلك، ومن بعد تولي كيما هكا. نستحقوها نيطالوها في المملحات. ودوك نوري لكم نموذج تاع المملحات اللي خدمت. وهنا شوفوا راني ايطاليت لاباط، ودرت فيها شويه تاع طوماطيش، شويه تاع لاصوص. هنا ندير فيها هذاك الحشو اللي قلت لكم عليه، اللحم وزيتون ومايس، شويه تاع توابل. حاولوا باه نكونوا جينيرو شويه في هذا، ولا انا نكون جينيروز في هذا الحشو. وهنا ندير فرماج اللي كنت قطعته هكا بهذه الطريقه، ومن بعد نغلق عليها. هكا بهذه الطريقه عادي جدا. هكا كيما هنايا نبلع هذو القنات، نبلعهم هاك، وهذو نبلعهم ثاني هاك، ونخلو هذا هكا شويه نهبطوها ونغلقوا في الحواف باه لافاخس تاعنا ما تخرج. هكا بهذه الطريقه كيما هاك، ونحطوها ماهيش حاجه صعبه كيما هكا. راهم بزاف معمرين، راكم تشوفوا كيفاه راني معمرتهم مليح بالفرماج، يجوا بزاف شابين. من بعد اللي سقمناهم كيما هكا، سقمتهم كيما هاك، درت فوقهم الفرماج، ندير فوقهم الفرماج عادي، وندخلهم للكوشه هكا كيما هكا. شوفوا دخلتهم الكوشه، درت فوقهم الفرماج وخليتهم ان شاء الله خليهم كيما هاك يطيبوا، من بعد نرجع لكم. وهنا هذو هما المملحات تاعنا، جو ما شاء الله، جو روعه بعد اللي طابوا. شوفوا جو ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتك اختي المشاهده هذه لاغوسيت، جربيها وردي لي بالخبر ان شاء الله في التعليقات. هنا عندنا التحليه، راني نخدم في التحليه. هذه التحليه درت فيها 3 كيسان تاع حليب، ومغرفه كبيره تاع نشا، وشويه تاع لافاني، وباكيه كامله تاع فلان نواره اللي نديرو في ليطره تاع الحليب. من بعد خلطت مليح قبل ما نديرها فوق النار، ودروك راني خلطتها فوق النار، نخليها حتى تعقد مليح تخسر لي. نحطوها تبرد ونخلوها مدة معينة، نغطوها بالبابي فيلم او كونتاكت، فيلمي او كونتاكت باه ما تديش ديك القشرة. ومن بعد نشوفوا التحلية تاعنا كيفاش نخدموها فيما بعد. وهذه كريم كراميل، درت سكر خليته ينحرق مليح حتى ولا سائل، ماشي ينحرق قاع ينحرق، ما يكون شويه بني فاتح. ومن بعد درت عليه كاس حليب حامي، وزدت عليه شويه ملح، وزدت عليه مغرف كبيره تاع مارغرين، ودروك خليته يبرد ودرته فيه هذا الريسيبي، وراني
يعني يضرب فيه بالخلاط اليدوي ويزيد يكليسه بعد الكراميل كي وهذه لاكريم اللي صنعناها قبيله زدت عليها مغرف، خليتها تبرد في الكونجيلاتور، بردت شويه ومن بعد خرجتها درت عليها كاس كبير تاع لا بودر تاع الشونتيي وطلعتهم ولات كيما هكا دبلومات كيما راكم تشوفوا كيما هكا. نخليها تبرد في الكونجيلاتور مع هذيك الكراميل فاني تبرد ومن بعد نديروا المونتاج تاع لي فيغين تاعنا. هنايا درنا في لي فيغين درت بسكوي وزدت عليه شويه تاع مارغرين شمخته وستفته في لي فيغين كيما هكا ومن بعد نزيدو عليه البنان ونكملو بقيه التحليه. وهنا من بعد اللي درنا البنان وعصرت عليه شويه نتاع ليم باه ما يكحالش. نشوفوا درت لا كريم في الوسط كيما هكا نزيد نكمل من بعد نديرو عليها الكراميل اللي صنعناه. وهنا هذيك الكراميل اللي درناها شويه كانت بردت، شوفوا كي جات من فوق صنعتها من فوق تجي بزاف شابه. واذا حبيتوا ان ديكور وقت اخر كل وحده والذوق تاعها، يعني انا نعطيكم ليدي وانتم كل وحده تتفنن في الديكوراسيون. من فوق نزيدوا عليها شويه بانان ولا ديري عليها مكسرات ولا كما تحبي وتخليها في الفريجيدير. من الاحسن يكون فريجيدير ما يكونش فريغو، مش يقدر لي تكونجلا. تخليها تبرد مده ساعتين وتقدميها بالهنا والشفا ان شاء الله. والان هنا لحقنا الاطباق اللي كنا نطيبوا فيهم، دوك نشوفوهم. هذه الحريره، عفوا الشوربه اللي درتها، شوفوا ريحتها راهي ما شاء الله، شوفوا كي دايره شابه بزاف، ريحتها راهي تعبق. ودرت سالاد فيرت، وهذه ماسيدوان درتها في لي فيغين كي خرجت تهبل. نشوفوا الان الطبق تاعنا اللي درناه. هذا هو الطبق اللي درناه نتاع صبيعه القرناع بالدجاج، شوفوا خرج يهبل ما شاء الله. ان شاء الله اختي المشاهده يعجبوك لي بلا اللي درناهم اليوم، ودعموني بلايك وتعليق، وشكرا لكم وصحة صيامكم وصحة